في الفيديو ده هنشرح الباينري سيرش تري، بس قبل ما اعرف الباينري سيرش تري محتاج اعرف التري الاول بيبقى شكلها عامل ازاي وهي بتبقى عباره عن ايه. دلوقتي التري بيبقى فيها حاجات اساسيه، ده بيبقى شكل التري النهائي بتاعي. اول حاجه في التري ببقى محتاج اعرفها ايه هي الروت. الروت دي بيبقى اول نود في التري اللي هي متوصل فيها بقيه النودز كلها. يعني عندي الروت هنا، الروت ده اللي هي الاي، ان الاي دي هي اللي متوصل فيها التري كلها. حلو، تمام. عندك تاني حاجة عندك البيرنت. البيرنت ده بيبقى هو يعني بيبقى نود متفرع منها نودز تانية. يبقى عندي النود دي عندي بيرنت متفرع منها تشايلدز تانيين. تمام، يعني عندي مثلا الاي دي متفرع منها كذا نود، صح؟ فالاي دي بيرنت، والكذا نود دول التشايلدز بتوعها. يعني الاي، يعني البي والسي والدي دول التشايلدز بتوع الاي. حلو. ممكن اقول برضو على البي لوحدها بيرنت. ليه؟ لان هي الاي والاف التشايلدز بتوع البي، ان هي البي متفرع منها اي واف، فاي واف يعتبروا التشايلدز بتوع البي، والبي البيرنت بتاعتهم. والسي نفس الحوار، عندي السي بيرنت لان عندها تشايلد جي، والدي برضو عندي بيرنت لان عندها التشايلد الاتش والاي والجي. الاف برضو عندي بيرنت، الاف عندي بيرنت لان متفرع منها التشايلد اللي هو ال والام. والاي عندي برضه تعتبر بيرنت اللي متفرع عنها الكي التشايلد بتاعتها. حلو. عندي بعد كده ايه؟ عندي بعد كده الليف. الليف دي بتبقى اخر نود عندي في التري. النود ما بقاش لي ما بقاش ليها تشيلدرن، مش متفرع منها حاجه. عندي زي الجي، الجي مش متفرع منها حاجه، اخر حاجه عندي في التري. الاتش برضه مش متفرع منها حاجه، فدي ليف. والاي برضه ليف، والجي برضه ليف لان مش متفرع منهم حاجات. الكي تعتبر ليف، والام تعتبر ليف، والام تعتبر ليف برضه. ايه هي الليف؟ الليف اللي مش متفرع منها اي حاجه، بتبقى اخر حاجه موجوده عندك في التري بتاعتك. تمام. عندي بعد كده السايبلينج او السيبلينج اللي هم الاخوات. يعني عندي مثلا ايه؟ عايز اللي هم، انت عندك البيرنت كان ايه، صح؟ كان ايه التشيلدرن بتوعه؟ البي والسي والدي. يبقى البي والسي والدي دول يعتبروا سيبلينج. البي سيبلينج للسي وسيبلينج للدي، ان هما دول اخوات. تمام. وعندك هنا برضو عندك الاي والاف دول سيبلينج لان هما متفرعين من نفس البيرنت. وعندك الاتش والاي والجي دول برضو سايبلينجز لان هما متفرعين من نفس البيرنت برضو. والال والدي دول سايبلينج متفرعين من نفس البيرنت. يعني لو انت عندك نود متفرع منها اكتر من واحده، يعني متفرع منها اتنين او تلاته، يبقى الاتنين دول او التلاته دول سايبلينج. بيبقوا سايبرنج طبعا للبيرنت ده، ودول سايبرنج للبيرنت اللي هو الدي، ودول سايبرنج للبيرنت اللي هو البي. بعد كده عندي ايه؟ عندي الادج. الادج دي بتبقى التوصيله اللي ما بين النود والتاني. يعني دي تعتبر ايدج، اللي هو الخط ده يعتبر ايدج، ده يعتبر ايدج، ده برضه يعتبر ايدج، ده ايدج، اللي هي الخطوط الموصله ما بين نود ونود، دي بنسميها ايدج. عندي الليفل ده بيبقى كل جزئيه في التري بيبقى ليها ليفل، من ليفل 0 لحد على حسب انا واقف فين. يعني دلوقتي انا عندي الاي دي اعلى ليفل بنسميها ليفل 0. تمام. بعد كده بحددها منين؟ التقسيمه اللي بعديها. يعني دي هنا عندي تقسيمه تانية هنا باخدها من البيرنتس، يبقى دي التقسيمه دي ليفل كام؟ دي ليفل 1. التقسيمه اللي بعديها تبقى فين؟ هتبقى هنا. دي ليفل كام؟ ليفل 2. ودي ليفل كام؟ دي ليفل 3. يعني كده انا عندي ايه؟ انا عندي 4 ليفلز، 0 و1 و2 و3. بقسمها ازاي تاني؟ بروح عند البيرنتس بتوع التري واعمل تحتهم خط. يعني عندي الايه ده بيرنت، بعمل تحتيه خط، هو اعلى حاجه فوق فباخده الليفل 0. بعد كده عندي البي والسي والدي دول التلاتة بيرنتس التانيين في نفس المستوى، بحط تحتيهم خط وبيبقى دول الليفل 1. البيرنتس عندي هنا اللي هما الاي والاف باخد تحتيهم خط، وكل اللي في نفس المستوى ده دول معاهم برضو بيبقوا في الليفل 2. تمام. وعندي الليفل الاخير هو الليفل 3 اللي هو خلاص مفيش بعد كده. انا هنا لو جيت كملت تحت ومش عارف ايه هيبقى في خط هنا، وده يبقى ليفل 4. تمام. بعد كده عندي ايه؟ عندي الهايت. الهايت دي بيبقى اطول طريقه اوصل بيها لاخر النوت. يعني أنا مثلا لو جيت قلت له انا عايز الهايت، انا عايز الهايت بتاع البي.
ماشي. فانا ممكن اوصل له فين من يعني الهايت بتاع البي ايه همشي قد ايه لحد ما اوصل لاخر النود. يعني الهايت بتاع بي انا ممكن امشي كده من ايه لبي ادي كده خطوه، وامشي من الاف للام ادي كده خطوه تانية. يبقى انا عندي الهايت بتاع البي 2. اقول له ان الهايت، هو طالب مني عايز الهايت بتاع البي، الهايت بتاع البي بتاعي يبقى 2. طب لو جيت طلبت الهايت بتاع الايه، طب انا على حد ما اوصل لاخر نوت في التري اني ابعد حاجه هنا، فانا همشي كده ادي 1 ادي 2 ادي 3. يبقى انا عندي اللي في الهايت بتاع الايه همشي 3 خطوات عشان اوصل للهايت بتاع الايه. ونفس الحوار، فانا بشوف انا عايز الهايت بتاع مين، وبشوف انا هاخد كام خطوه لحد ما اوصل لاخر نوت في التري من الناحيه دي، اخر نوت اقدر اوصل لها. يعني انا لو دي مش، انا ما ينفعش ارجع لفوق، لا فانا بنزل لتحت. فانا لو طلب مني الهايت بتاع دي هيبقى 1، لان انا هي خطوه واحده اوصل لاخر التري. بس دي فكره الهايت. عندي بعد كده الدبس. ايه هي الدبس؟ الدبس بشوف مثلا هو هيقول لي عايز الدبس بتاعي، يعني مثلا عايز الدبس بتاع الاف، يجي قال لي عايز الدبس للاف. انا بعمل ايه؟ انا بشوف من اول الروت من بدايه التري خالص لحد ما اوصل للاف هوصل لها في كام خطوه. يعني دلوقتي انا عندي الاتش الاف موجوده فين هنا، فانا همشي كده مع الادج ده. حلو ادي خطوه. هروح للاف ادي خطوتين، فمعايا واحد يبقى انا معايا كام كده خطوه، معايا خطوتين. يبقى عشان اروح للدبس، الدبس بتاع الاف 2. طب تعالوا نشوف حاجه تانية. لو جيت مثلا طلبت الدبس بتاع الام، الدبس بتاع الام اهي، انا هشوف اروح لها في كام خطوه. اول حاجه هبدا من عند الروت، من عند الايه، الام موجوده فين في الجزء ده، فانا همشي كده هروح للبي. الام موجوده هنا ولا هنا فانا هروح للاف. وبعد كده من الاف هروح للام. خدت كام خطوه؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3، خدت 3 خطوات. فالدبس بتاع الام 3. تعالوا ناخد واحده كمان. عندي مثلا لو طلب مني الدبس بتاع السي، هروح عند الايه، على ما اوصل للسي هاخد قد ايه؟ خطوه واحده. فالدبس بتاع السي كام؟ 1. انا ممكن اجيبها بطريقه تانية برضه. مش احنا كنا خدنا الليفل، قلنا الليفل ده بيبقى ايه؟ بيبقى الليفل عندي ان انا بشوف كل حته في التري عندي واخد عندها ليفل. احنا قلنا البيرنت إيه؟ اول حاجه الروت بيبقى اول ليفل خالص اللي هو ليفل 0. بعد كده تاني ليفل بشوف البيرنتس التانيين مين واخد عندهم خط، اللي هما متفرع منهم دول بيبقى ليفل 1. واشوف متفرع مين، انا عندي حاجه تانية او في تفريع هنا فباخد خط كده، فده ليفل 2. واخر حاجه دول بيبقوا ليفل 3. حلو. لو جه طلب بقى، قلنا نقول هنجيب الدبث بتاع الاتش، بتاع الاف سوري، الدبث بتاع الاف ايه. احنا لما جبناه هنا قلنا بيبقى تشوف الروت ماشي، همشي كام خطوه من الروت لحد ما اوصل للنود بتاعتي دي. يعني مثلا من الايه اروح على البي دي كده خطوه، ومن البي اروح على الاف دي كده خطوتين، خدتها في خطوتين. حلو. لو بصيت بقى على الليفل بتاعك هبص شوف انا عايز اجيب الدبس بتاع مين، بتاع الاف، هو في ليفل كام؟ 2، يبقى الدبس بتاعه 2. عايز اجيب الدبس بتاع الام، الام الليفل بتاعه كام؟ 3، يبقى الدبس بتاعه 3. او هنزل، او بس ده ليفل 1، هنزل ليفل 1 وهنزل ليفل 2 بعد كده اروح ليفل 3. يعني هنزل هتحرك 3 حركات، 1 2 3. فهي ممكن تاخدها من الليفل على طول، ده بيبقى اسهل لك بكتير. بس ولو جبت برضو بتاعة البي هيطلع معاك هي في ليفل 1 فالدبس بتاعها 1. بس دي فكرة الدبس. هنيجي بقى للجزئية اللي بعديها وهي جزئية السب تري. ايه هو السب تري؟ السب تري بيبقى جزء من التري بتاعتي. يعني ايه جزء؟ يعني عندي ده الروت صح، هو متقسم لايه؟ متقسم 3 سب تري. متقسم لده، ده اسمه سب تري، ده جزء من ده التري، مصغره من التري الكبيره بتاعت الاساسيه، يعني تري جوه تري. وده اسمها سب تري برضو، ودي اسمها سب تري. حلو حلو. جيت بقى تخش في السب تري ده، ممكن تطلع سب تري للسب تري، يعني دي سب تري تعتبر بقى تري لوحدها. السب تري بتاعت البي ايه بقى؟ دي سب تري بتاعت البي، ودي السب تري بتاعت البي برضو، الاتنين دول. بس فانا ممكن اجيبها على صيغه سؤال، مثلا يجي يقولك هاتلي السب تري، سب تري بتاع البي مثلا. فالسب تري بتاع البي اللي هو ايه؟ الجزء ده والجزء ده.
طب ده السب تري بتاع البي. طب السب تري بتاع الايه؟ السب تري بتاع الايه اللي هو كل حاجه متفرعه منها، الا ده سب تري من الايه، ده سب تري من الايه، ده سب تري من الايه، عندها 3 سب تري. طب السب تري بتاع البي ده سب تري للبي، وده سب تري برضو، وده يعتبر سب تري. دي فكره السب تري عندي. اخر حاجه عندي الانسيستور. ايه الانسيستور؟ بشوف اشوف انا عايز الانسيستور بتاعت نود ايه، وبشوف انا اقدر اروح لها بكام طريقه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو جه قال لي الانسيستور بتاع مثلا الاف، على حسب انا ببقى واقف فين. انا ممكن اروح للاف من عند البي، تبقى اهو رحت لها عند البي، فانا عندي البي. وممكن اروح لها من عند الاي، فانا عندي برضو الاي، ان انا اروح من الاي للبي ومن البي للاف. كده انا عندي طريقتين ممكن اروح بيهم للانسيستور. عندي ايه تاني؟ عندي ممكن لو اجيب مثلا انسيستور للاتش، انا ممكن اروح للاتش ازاي؟ من عند الدي، يبقى عندي دي. وممكن اروح لها من عند الاي وللدي، ومن الدي للاتش، فانا ممكن برضو عندي الاي. في الانسيستور انا بشوف انا ممكن اقدر اروح النود عندي اللي انا مختارها من انهي نود، وبكام طريقه. يعني عندي طريقتين، من عند النود A مره، ومن عند النود D مره، ده لما اجيب للاتش بس. ودول ال11 جزئيه اللي انا كنت عايز اعرفهم عن التري والحاجات اللي جواها قبل ما اروح للباينري سيرش تري، واعرف ايه هي الباينري سيرش تري، وايه الاختلاف ما بينها وبين التري العاديه. وعامة الباينري سيرش دي جزء من اجزاء التري. انا عندي التري عندي منها اجزاء كتير قوي، بس في الفيديو ده هنشرح الباينري سيرش تري بس. جينا بقى لجزئية الباينري سيرش تري. دلوقتي انا علشان اعرف ان التري اللي قدامي دي باينري سيرش تري ولا لا، عندي 4 شروط. اول شرط ان هي اصلا تبقى باينري تري. اعرف منين ان هي تبقى باينري؟ ان لازم يكون كل بيرنت عنده 2 تشايلدز بس، مش اكتر من 2، هما 2. يعني اقول لك انا عندي التري الاساسيه عندي 25 دي بيرنت صح، عندها كام تشايلد؟ عندها دي 1 ادي 2 مظبوط. هتروح على البيرنت اللي بعده اللي هو الجزء اللي بعده اللي هو ده 20، عندها كام تشايلد؟ ادي 1 ادي 2 مظبوط. هتروح على اللي بعده اللي هي دي، عندها كام تشايلد؟ 1 2 مظبوط. البيرنت دي عندها كام تشايلد؟ 1 2. البيرنت دي عندها كام تشايلد؟ 1 مظبوط برضه. هو انت اقل حاجه سوري ما تعديش الاتنين. 1 تمام، 2 تمام، 3 لا، يبقى دي مش باينري سيرش تري. تمام. وعندي حاجه تانية هتبص بقى برضه عليها اليمه التانية، عندك ده بيرنت او عنده 1 2 مظبوط، ده بيرنت عنده 1 مظبوط، ده بيرنت عنده 2 تشايلد مظبوط، ده بيرنت برضو عنده 2 تشايلد. يبقى انت كده اتاكدت ان دي باينري تري عندك. حلو. ايه بقيه الشروط ان تبقى باينري سيرش تري؟ اول حاجه احنا قلنا الروت ده البيرنت، دي انا التري ده بقسمها لكام؟ ل2 تريز. عندي ده تمام، عندي الجزء ده وعندي الجزء ده سب تري وسب تري. اهم حاجه عندي ان السب تري اللي على الشمال تبقى اصغر من السب تري على اليمين والروت بتاعتي. يعني بص انا عندي ال20 اكبر من ولا اصغر من 25؟ اصغر من 25. ال10 اكبر من ولا اصغر؟ اصغر. ال22 اصغر من 25. ال5 اصغر من 25. ال12 اصغر. ال15 اصغر. ال8 اصغر. ال1 اصغر. يبقى انا كده اول شرط عندي اتحقق، ان الجزء الشمال يبقى اصغر من الجزء اليمين كله، ان السب تري بتاعت اللي على الشمال تبقى اصغر من السب تري اللي على اليمين. ايه تاني شرط عندي؟ تاني شرط عندي ان السب تري اللي على اليمين تبقى كل حاجه فيها اكبر من السب تري اللي على الشمال. يعني عندي 36 ماشي اكبر من 25 مظبوط، ال30 اكبر، ال40 اكبر، 28 اكبر، 38 اكبر، 48 مظبوط، 45 و50 اكبر. ده تاني شرط. يبقى انا كده عندي اول شرط ايه؟ اول شرط تاني شرط عندي ان يكون الجزء الشمال كله، كل نود في الجزء الشمال تبقى اصغر من الروت بتاعتي او من الجزء اليمين كله. وكل نود في السب تري اللي موجوده على اليمين تبقى اكبر من الجزء الشمال كله واكبر من الروت بتاعتي، كل نود جوه. الشرط الاولاني خالص اللي قلناه ان كل بيرنت يبقى عنده ماكسيمم 2 تشايلد بس، 1 تشايلد تمام، بس الماكسيمم بتاعه ما يعديش الاثنين، ما يعديش فرعين. حلو. ايه الشرط التالت عندي بقى؟ الشرط التالت عندي
ان في كل سب تري اشوف سب تري جواها واقسمهم برضو. يعني بص، انا عندي قلنا 25 اتقسمت لده وده، عندي هنا 36، لازم برضو اتاكد السب تري دي والسب تري دي بيساتسفاي الايكويشن بتاعتي اللي هي كان الايكويشن الاولى والتانية. يعني الجزء الشمال لازم يكون اصغر من الروت، ال30 اصغر، 28 اصغر، مظبوط، واليمين برضو يبقى اكبر من الروت، 40 اكبر، 38 اكبر، كلهم اكبر من 36. هكمل، عندي ال40 دي ممكن تتقسم لده، تتقسم لدول. 38 اصغر، يبقى الشمال اصغر، مظبوط، واليمين يبقى اكبر، دول اكبر من ال40، مظبوط. هاجي عند دي اقسم برضو، هقسمها دي لوحدها ودي لوحدها، دي اصغر من ال 48، مظبوط، ال50 اكبر من ال 48، مظبوط. وفي نفس الشيء هتعمله على الجزء الشمال. يبقى انت ايه الشروط اللي عندي تاني؟ هم 4 شروط. اول شرط ان كل بيرنت عندي يكون عنده ماكسيمم اكتر حاجه 2 تشايلدز بس، ما يزيدش عن 2، ممكن يبقى 1 تمام. ده اول شرط. تاني شرط ان الجزء اللي على الشمال كله، السب تري اللي على الشمال، تمام، تبقى اصغر من الروت بتاعتي او البيرنت بتاعها. والسب تري اللي على اليمين كله يبقى اكبر من الروت بتاعتي، كل نوت جوه تبقى اكبر من الروت بتاعتي. والشرط الرابع بتاعي ايه؟ الشرط الرابع ان انا اخش برضو عند كل سب تري جوه. يعني ايه؟ يعني دي يعني ايه؟ انا قسمت دي كسب تري، انا ال20 دي برضو عندي سب تري فيها ايه؟ عندي ده كله سب تري، وده سب تري للايه؟ لل20. المفروض الجزء الشمال ده كله برضو يبقى كله اصغر من ال20، الجزء اليمين ده برضو يبقى اكبر من ال20. فانا بتشيك برضو في الحاله دي. اول ما هتلاقي ان كله ساتسفاي فبتاكد ان دي باينري سيرش تري بتاعتي. تعالى نحل كام مساله كده ونشوف هنشوف ال4 شروط عندي بقى ماشيين ازاي. اول حاجه عايز اتاكد هل دي باينري تري ولا لا، انا دي باينري سيرش تري ولا لا. اول حاجه قلنا اول شرط عندنا ايه؟ ان انا بتاكد ان كل بيرنت عنده 2 تشايلد ماكسيمم بس. فانا هبص، اول بيرنت عندي عنده تشايلد 1 وتشايلد 2، مظبوط، 2 بس. تشايلد عندي 1 و2، مظبوط. تشايلد عن البيرنت ده عنده 1 2 عنده 3 تشايلد، يبقى دي مش باينري تري. يبقى اول حاجه خلاص انا بقول ان دي مش باينري سيرش تري وبس، دي عندي بتحسب غلط، دي مش باينري سيرش تري. في المساله الثانيه هنتأكد برضو من ال4 شروط. أول شرط إن كل بيرنت عنده 2 تشايلد بس، ده عنده 2 تشايلد، حلو، ده عنده 2 تشايلد برضو، ده عنده 2 تشايلد، مظبوط، تمام. تاني حاجة بتأكد عليها إن الجزء الشمال يبقى أصغر من السب تري اللي الشمال، ماشي، تبقى أصغر من الرو. طب بص، عندي ال40 أصغر من 50، مظبوط، ال93 أصغر من 50، مظبوط، ال20 أصغر من 50، مظبوط. يبقى السب تري عندي كده تاني شرط عندي اتحقق. تالت شرط ان السب تري اللي على اليمين تبقى اكبر من الروت. عندي ال60 اكبر من الروت، ال55 اكبر من الروت، ال80 اكبر من الروت. كده تالت شرط عندي اتحقق. الشرط الرابع اللي عندي ان انا كل سب تري جوه السب تري لازم برضو يكون بتساتسفاي الكونديشن عندي. يعني ايه؟ يعني عندي دي سب تري تانية اهي، دي سب تري، دي سب تري من ال40، ودي سب تري، ودي سب تري من ال60. هخش على ال40، هبص، المفروض احنا قلنا الليفت يكون اقل من الروت، 93 اقل من الروت، الرايت المفروض يكون اكتر من البيرنت بتاعي. فانا عندي ال20 لا هي اصغر، فدي مش باينري سيرش تري، يبقى دي كلها غلط، دي مش باينري سيرش تري لان الشرط ما اتحققش. طب تعالوا نبص الناحيه التانية، هنا لازم يكون الليفت اصغر من ال البيرنت عندي، فهو فعلا الليفت اصغر، مظبوط، وعندي الرايت اكبر، مظبوط. بس انا عندي برضو الجزء الشمال ده في واحده وقعت معايا، ان التشايلد الرايت بتاع البيرنت ال40 اصغر منه مش اكبر، بس انا عايزه اكبر، فهي دي ما تحتسبش طبعا سيرش تري وتعتبر كلها غلط، لان الشرط الرابع ما اتحققش، لازم ال4 شروط كلهم يتحققوا. انا جيت دلوقتي لما غيرت ال20 ل54 هيطلع ان دي باين سيرش تري، لان الجزء ده اهو عندي كله اصغر من ال50، ال40 39 و45 كلهم اصغر من 50، والجزء ده كله السب تري التانية اللي هو التشايلد اللي على الرايت اليمين كلها اكبر من ال50، ال60 وال55 وال80. وجيت لو قسمت السب تري لل60 55 وال80 هيطلع معاك ان ال55 الليفت التشايلد الليفت بتاع ال60 اصغر، والتشايلد الرايت بتاع ال60 اكبر منها، فدي مظبوط. وهنا لو بصيت على
السب تري اللي هو بتاع التشايلد اللي على الشمال اصغر من البيرنت اللي هو ال40، والسب تري اللي هو التشايلد اللي على اليمين اكبر من ال40، فدي برضو ساتيسفاي. وعندي الشرط الاساسي ان كل بيرنت يبقى عنده تشايلدين او تشايلد واحد كماكسيمم تشايلدين، ده برضو مظبوط، كل واحد عنده 2، فدي تحتسب عندي كباينري سيرش تري. احنا دلوقتي خلاص عرفنا شكل الباينري سيرش تري عندي تبقى عامله ازاي والشروط بتاعتها ايه. طب دلوقتي لو جايب لي مساله باينري سيرش تري ماشي، وطلب مني في السؤال قال لي اعمل لي سيرش على مثلا على النود رقم 28. حلو، انا هبدا اعمل تريس واخدها واحده واحده. طب هو عايز رقم 28، اول حاجه ابص عليها الروت بتاعتي. الروت بتاعتي كام؟ 25. طب ال 28 اللي عندي دي اكبر من ال 25 ولا اصغر من 25؟ ال 28 اكبر من 25، يبقى انا عندي كل الروت اللي على الشمال دي اتحذفت. طب ليه؟ مش احنا كنا قلنا ان انا بشوف الروت بتاعتي السب تري اللي على الشمال ماشي بيبقى الارقام اللي اقل من الروت، والسب تري اللي على اليمين بتبقى ارقام اللي اكبر من الروت بتاعتي او اكبر من البيرنت بتاعي. طب حلو، انا عندي 28 اكبر من 25، يبقى ال 28 موجوده في السب تري دي، يبقى انا لغيت السب تري شمال. يبقى انا هقول له ايه؟ اول ستيب هعملها رقم 1 ان عندي ال 28 دي اكبر من ال 25، فانا هجو رايت. هجو رايت ناحيه مين؟ ناحيه ال 36. حلو، تاني ستيب عندي هخش بقى في السبت بتاع 36. عندي 36 هو البيرنت ماشي، هشوف ال 28 اكبر من ولا اصغر من 36. ال 28 اصغر من 36، فانا عندي الرايت ده كله اتشال. ليه؟ لان احنا قلنا اليمين بيبقى التشايلد اليمين بيبقى اكبر من البيرنت بتاعي، والتشايلد الشمال بيبقى اصغر من البيرنت، وال 28 اصغر. فانا اقول له عندي ان ال 28 طلعت اصغر من ال 36، فانا هجو ناحية الليفت اللي التشايلد بتاعتها اللي هي كام؟ 30. حلو، الستيب التالتة انا اروح هنا لل30، بقيت واقف عند 30. ال 28 اصغر من ولا اكبر من 30؟ اصغر من 30، يبقى هي موجودة على الشمال كده كده مفيش غيرها. فانا اقوله الستيب التالتة ان ال 28 اصغر من ال 30، فانا هجو للليفت عند ال 28 بس. فانا عملت كده لوكيت خلاص، يبقى انا كده عملت لوكيت لل 28 بس. دي الستبس بتاعتي ان انا لما اعمل سيرش. طب لو جه وقال لي انا عايزك تعمل لي انسيرت ماشي لرقم معين، طب تعالى نشوف. جه قال لي مثلا انا عايزك تعمل لي انسيرت انك تضيف لي حاجه في التري. عايزك تعمل لي انسيرت ايه؟ عايزك تعمل لي انسيرت مثلا ل 13. عايز اعمل انسيرت 13. حلو، هنمشي نفس الخطوات تاني. ال 13 عندي اكبر ولا اصغر من ال 25؟ اصغر من 25، يبقى كل اللي على اليمين ده اتلغى لان اللي على اليمين بيبقى اكبر من البيرنت. فهخش الجزء اللي على الشمال. يبقى اول خطوه عندي هكتب نفس الستبس. يبقى عندي ايه؟ هقول له ان ال 13 دي اصغر من ال 25، فانا هجو ماشي ليفت ناحيه ايه؟ ناحيه ال 20. حلو، هبص تاني، هبص بقى على 20 هنا. ال 13 اصغر ولا اكبر من ال 20؟ ال 13 اصغر، فانا الجزء ده هلغيه. همسك على السب تري دي. يبقى تاني خطوة عندي ان ال 13 طلعت اصغر برضو من ال 20، فانا هجو ناحية الليفت ماشي اللي هي عند كام؟ عند ال10. تمام، همسك بقى ال 13 دي اكبر من ولا اصغر من ال10؟ عندي ال 13 اصغر من ال10، فانا هكنسل سوري 13 سوري 13 اكبر من 10، فانا هكنسل اللي على الشمال لان الشمال بيبقى اصغر واروح على اليمين. حلو، فانا هكنسل على الشمال علشان الشمال عندي ده بيبقى هو اصغر من ال10 والجزء اللي على اليمين اكبر، فانا همسك عند الجزء السبتري اللي على اليمين.
هبص على الاتناشر التلاتاشر، هكتب الاول الستيب التالتة ان انا لقيت التلاتاشر تمام اكبر من العشرة، فانا هجو رايت عند كام؟ عند الاتناشر. تمام. دلوقتي الاتناشر عندي دي اكبر من ولا اصغر من التلاتاشر؟ الاتناشر اصغر من التلاتاشر، يبقى التلاتاشر دي هتروح رايت، تروح ناحية الخمستاشر. يبقى عندي الستيب الرابعة ان التلاتاشر اكبر من الاتناشر، فانا هروح هعمل جو للرايت عندي كام؟ عند الخمستاشر. هبص بقى على الخمستاشر. تمام. هبص على الخمستاشر عندي، هقول هشوف التلاتاشر دي اكبر من ولا اصغر من الخمستاشر؟ هلاقي التلاتاشر اصغر من الخمستاشر، فانا هعمل لها هنا بقى انسلت ان انا اشوف حته فالتلاتاشر تبقى عندي هنا، هتبقى مبقى ناحيه الشمال. ماشي. وهتعمل لنا دي هتبقى هنا تلاتاشر بس، فيبقى عندي الستيب الخامسة ان التلاتاشر اصغر من الخمستاشر، فهتجو ناحية الليفت. ماشي. وهتبقى عندي مين؟ هيبقى عندي هنا بقى ان هي التلاتاشر، هعمل لها انسرت هنا بس. فدي طريقة ان انا اعمل الانسرت بس. فانا بيجيلي مسألة مثلا، بيجيلي مسألة زي اللي تيجي مسائل من المسائل اللي تيجي على التري، بيجيلي مسألة يقول لي اعمل لي سيرش على حاجة، فانا بتريس بالطريقة اللي انا كنت عملت بيها من شوية، او انسرت في حاجة وبانسرت برضو بالطريقة دي، او ان هو لو قال لي اعمل لها درو تاني بس انك تانسرت الرقم ده، فانت هترسم التري بتاعتك تاني وزيادة عليها الانسرت الجديد بتاعك.